السلام عليكم مجددا أحبتي ضمن قناتكم قناة أكاديمية التغريد، ضمن درس جديد حول تسمية نقاط التغريد تحت عنوان الدرس علم تسمية النقاط، حيث جاء هذا العلم وفقا للخاصية التي يتم التعامل بها مع جميع العصافير المغردة، بمعنى سونغ بيرد، من طرف علماء مملكة الحيوان زولوجي، وخاصة المدرسة التركية الرائدة التي درست العصافير على أساس معايير دقيقة وفقا للعناصر التالية: النغمة pitch، النبرة أو الخشونة هارسنش، النمط pattern، وهذا يحتاج إلى أجهزة صوتية خاصة وأرقام وقيم محددة موضوعة في منحنيات بيانية ومخططات، حيث أن التسمية ترجع ببساطة إلى ما يسمى بالأونوماتوبيا، أي بمعنى صناعة كلمات تحاكي الصوت الذي تصفه، مثلا كلمة بوم الدالة على الانفجار، أو كلمة طبطب الدالة على طرق الباب بطريقة سريعة ومتوازنة مع سمع الأذن. وكما كانت هناك تسميات أخرى منسوبة على أساس الآلات الموسيقية مثل ما ذكرناها ضمن المدرسة الفرنسية. المهم أن كل هذه الكلمات التي تصف أصوات العصافير لها مستخدمون يسمون ب speech community، وهذا يعطيها بعض المصداقية التي تجعلها كلمات حقيقية رسمية انتشرت بين الناس واستمرت عبر السنين. نشكركم أحبتي على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء في درس جديد بإذن الله. السلام عليكم. السلام